السلام عليكم البنات، كنتمنى تكون احوالكم دائما جيدين ان شاء الله. اليوم كنقترح عليكم هذا الشوفان هذا بالحليب، كيجي بنين واعر بزاف. وكما كتعرفوا الفوائد ديال الشوفان كتكون كثيره وغني بزاف بالالياف اللي فيه. يعني راه مزيان بزاف، ما يعني راه ضروري اننا نستعملوه، راه فن وغزال وصحي بزاف بزاف. وعلى بركه الله انا هنايا استعملت واحد ربعة 250 غرام ديال الشوفان اللي كناخذ بحال هكا وكنقيوه. يعني اللي كانت فيه شي حاجه ولا هكا اللهم ندوزوه بيدينا ونقيوه. يعني كيكون واحد من النوعيه المزيان بطبيعه الحال. وهذا راه شوفان راه دغيا كيطيب. انا هنا استعملت الماء الكافي اللي غيطيب ليا هذا الشوفان هذا، واستعملت الملح على حسب الذوق، وواحد 2 معالق ديال زيت العود صافي. وغادي نزيدو الشوفان ديالنا وغادي نهردوه فوق البوطه يطيب. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك والتعاليق، وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب باش هكا تعم الفائده. واللي ما مشتركش او ما مشتركاش ضغط على زر الاشتراك وخاصيه الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. صافي من بعد ما صبي يعني لازم داك الشوفان ديالي في الماء اللي طايب غليان، كنخلط واحد شويه بحال هكا صافي، وكنزيدوه نردوه فوق البوطه يطيب. صافي من بعد راه هو بدا كيطبخ، وانا غادي نبقى نحرك مره كنحرك عليه. وكما كتعرفوا ان الشوفان راه دغيا كيطيب، يعني واحد ما كملش 10 دقائق وطاب ليا الشوفان هذا وجا معلك طايب وغزال بزاف. كما كتشوفوا 10 دقائق كافيه انه يطيب لينا هذا الشوفان هذا. صافي وغادي نزيد عليه واحد نص اطرو ديال الحليب. كما كتشوفوا راه معلك طايب، يعني طلق داك النشا ديالو وكيجي بحال هكا بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نزيد عليه داك نص اطرو ديال الحليب في دقه واحده. يعني هاد الكميه هادي كنحتاجوا ليها واحد نص اطرو ديال الحليب. صافي وغادي نخلط مزيان ونخليو الحليب غير حتى كيطيب، يعني غير كيطبخ. صافي وكنطفيو عليه، يعني تجي فيه غير ديك الغليه. كما كتشوفوا هو بدا كيطبخ ليا من الجنب ديالو. ولكن غادي نخلط واحد شويه بحال هكا حتى يطبخ ليا يعني تطلع فيه ديك الغليه ديال وكيكون الشكل ديالو كيبان لكم دابا راه خفيف بزاف، ولكن من بعد راه كيتقال، يعني على حسب نتوما اللي بغيتو. صافي هنايا غادي نطفي عليه وغادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق بحال هكا. وغادي نقدموه كيجي هكا خاسر. نتوما الا بغيتوه خفيف راه كتزيدوا شويه الحليب، وكيجي على هذا الشكل هذا كيجي صحي بزاف ولذيذ بزاف. يعني كنتمنى انكم تجربوه. اللي ما عمرها ما جربت الشوفان انا تصايب به بحال هكا شوربه ديال الشوفان، راه زوين بزاف وصحي. علاش ما نبدلوش كل مره، يعني كل نهار بشي وصفه ديال الحريره في العشاء بطبيعه الحال. يعني ديك الحريره او صوب او شوربه كدار في العشاء بزاف. يعني وهذا اقتراح ديال الشوفان كيجي ساهل وزوين بزاف وصحي. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه. كنتمنى لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.